بس من لما بصينا على ورق القضيه لقينا ان برغم ان كان في دور قوي لايمن الظواهري، بس هو خد 3 سنين وحضرتك خدت 5. خد 7. 7. طب خد 3 سنين ازاي؟ هو حصل غلطه من كاتب النيابه. اصل احنا كانوا بيودونا النيابه الساعه 10 بالليل، نرجع الساعه 5 الفجر. فتلاقي الكاتب النيابه عمال يعمل كده، ينام، يفقر. فكان بيكتب حاجات غلط. فهو ايمن الظواهري اللي بيحقق معاه مين؟ رجاء العربي المحامي العام، يعني اعلى حاجه في النيابه يعني. فبقول له انضميت للتنظيم سنه كام؟ فالولد الكاتب كتب سنه 1961. ايمن كان عنده 10 سنين في الوقت ده. بوظت القضيه. هو كان المحامي بتاعه فتحي رضوان. الغريبه فعلا ان كان في كم محامين مشهورين جدا بيترفعوا عنكم في ما كانوا بيكرهوا السادات كلهم. جم كده متطوعين. احمد نبيل الهلالي صح؟ الهلالي ده استاذ. احمد نبيل الهلالي ده يعني انا ما شفت ازايه صراحه. ورفعته كانت دايما بتبقى قويه. الهلالي باشا. ابوه كان رئيس وزراء مصر. هو عبقري. نبيل الهلالي ده عبقري. القضاه بيحترموه. وكله لازم يقف يسمع نبيل الهلالي يعني. الله يرحمه بقى.